مين فينا ما يعرفش الفنان يوسف داوود المهندس اللي حب الفن وعاش 7 سنين في الجيش لدرجة إنه خطب الجمعة وهم ما يعرفوش إنه مسيحي. ده غير إنه بقى صاحب عادل إمام واشتغلوا سوا كتير. حياته مليانة حكايات. كملوا الفيديو معايا وهتعرفوا كل حاجة بالتفصيل. يوسف داوود كان من الناس اللي لما تشوفهم على الشاشة تحس إنك بتضحك من قبل ما يتكلم، بس الحكاية وراه كانت أغرب بكتير من مجرد ضحكة. راجل بدأ حياته مهندس كهرباء، اتخرج من كلية الهندسة سنة 1960 واشتغل فعلا في مجاله سنين طويلة، بس الفن كان جواه وكان بيكبر جوه قلبه لحد ما جه وقته قرر يغير مساره تماما في سنة 1985. وبالصدفة أو يمكن بالحظ أو يمكن لأنه اتخلق علشان كده عمل مسرحية زقاق المدى ونجح فيها نجاح كبير خلاه ياخد قرار مصيري يسيب الهندسة ويتفرغ للفن. ومن اللحظة دي بقى يوسف داوود هو مهندس الكوميديا زي ما الناس كانت بتحب تسميه. اشتغل مع عادل إمام كتير وشارك في أعمال مهمة وعملوا سوا أفلام ومسرحيات بقت علامات في التاريخ الفني زي الواد سيد الشغال، كراكون في الشارع، النمر والأنثى، سلام يا صاحبي، عمارة يعقوبيان، أمير الظلام. ومع مرور الوقت علاقته بعادل إمام بقت أقرب وبقت أكتر من مجرد شغل، بقوا أصحاب. وكان دايما بيقول إن عادل إمام من أقرب الناس ليه. كمان ناس كتير افتكرت إن شخصيته الحقيقية هي نفس شخصية الراجل العصبي اللي بيزعق دايما، بس الحقيقة إنه كان عكس كده تماما، إنسان طيب وهادي ومثقف. وده اللي بنته دينا قالته بنفسها، ده لما حكت إنه كان بيحب القراءة والشعر وكان كمان بيعرف يرسم ويشتغل نجارة، وقرر إنه يبعد ولاده عن الفن رغم إن هو كان ناجح فيه جدا. وحسب اليوم السابع الراجل ده عاش حاجات كتير، حتى في الجيش كان ليه حكايات. قعد 7 سنين في الخدمة بسبب الأوضاع وقتها، وهناك زملائه طلبوا منه يقول خطبة الجمعة من كتر ما كان مثقف وكلامه حلو. محدش كان يعرف إنه مسيحي، بس اتعاقب بعدها لما عرفوا الحقيقة، وده يورينا قد إيه كان محترم ومؤثر في اللي حواليه. يوسف داوود قدم أكتر من 274 عمل فني من أفلام ومسرحيات ومسلسلات، يعني مش بس نجم كوميدي، ده كمان راجل عنده رصيد فني ضخم جدا. كمان شارك في مسلسلات زي تامر وشوقية، يوميات ونيس، رأفت الهجان، فارس بلا جواد. وعلى المسرح كان دايما له حضور مختلف وأدوار زي اللي قدمها فيه الزعيم، اعقل يا دكتور، وولاد اللذينة. لسه في ذاكرة الناس لحد دلوقتي. الناس كانت بتحبه مش بس عشان بيضحكهم، لكن كمان لأنه كان صادق. حتى لو بيقدم مشهد عصبي أو دور شرير كان بيقدمه من قلبه وبحرفية عالية جدا تخليك تصدقه. من سنة 1985 لحد ما رحل سنة 2012 يوسف داوود فضل يشتغل ويتألق، وكان عنده دايما طاقة فنية ما بتنتهيش. وعلشان كده لحد النهاردة رغم السنين اللي عدت على رحيله لسه الناس بتفتكره وبتحب شغله، ولسه كل ما حد يشوف مشهد ليه يضحك ويقول الله عليك يا عم يوسف. هو مش بس كان فنان، هو كان قصة نجاح حقيقية ومثال للناس اللي ما بيخافوش إنهم يغيروا طريقهم مهما كانت الظروف. من مهندس ناجح لفنان كبير، من راجل 10 سنين في الجيش لراجل بيضحكنا، ومن شخصية عصبية في الكاميرا لواحد مثقف وراقي في الحقيقة. ده كان يوسف داوود.